طلابنا الأعزاء أهلا بكم. مسك الختام مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجيولوجيا. إن شاء الله بإذن الله تبقى مراجعة جيدة وتستفيدوا منها. أهم حاجة في الفترة دي هي إدارة الوقت. اليومين ونص إدارتهم بشكل كويس عشان الوقت ما يفلتش منك. حاولنا ندير لك الوقت بشكل مميز ونحط لك الفيديوهات اللي انت تقدر تستفيد بيها بشكل كبير. عملنا لك في الملف بتاع الحصة الأولى، حطينا لك فيه الباب الأول والثاني عبارة عن ملف PDF والجزء الخاص بتاع المراجعه بتاعت ليله الامتحان الخاصه بيه. ما نسيناش ان احنا ننزل لك الباب الاول والثاني في مراجعه شهر 4 و5، لان المراجعه دي كانت اميز ما يكون، اقوى مراجعه في مصر. تسمع ديت وتسمع ديت، وكم الوقت ان شاء الله تم ادارته بشكل جيد جدا، وكانت شامله الشرح والتربيط وازاي تربط الدنيا ببعضها. هتبقى الجزء ده معاك علشان يبقى مع جزء الاسئله اللي انت هتشتغل بيه موجود حضرتك معاك. ان شاء الله الحصه الثانيه هيبقى نفس الموضوع بس على الباب الثالث والرابع في الجيولوجيا. الحصه الثالثه الباب الخامس جيولوجيا، والباب الاول والثاني علوم بيئيه. الحصه الاخرانيه هتبقى الحصه بتاعت القطاعات، هتبقى موجوده الاربع حصص ان شاء الله الموجوده. واحد يقول لي استاذ محمد هي المراجعه دي هتيجي منها في الامتحان؟ المراجعه دي لازم تيجي منها في الامتحان. ليه لازم تيجي منها في الامتحان؟ لان احنا بنحط الاسئله اللي المنهج بيستهدفها. عاوزك تاكد على الجزء بتاع البراكين، عاوزك تاكد على الجزء بتاع الزلازل، عاوزك تركز على الجزء بتاع الرمال السوداء، عاوزك تاكد على الجزء بتاع الشرفات النهريه، عاوزك تاكد على الاجزاء اللي احنا اكدنا عليها. وانا قلت الكلام دوت، الحاجات ديت هتبقى مواضع امتحان، لان دي اصلا من اهداف والحاجات الاحداث الجايه اللي موجوده في الماده. اداره الوقت في الفتره دي هي اهم جزء علشان اليومين ونص ما يفلتوش منك. انت معاك دليل مفاهيم منظم جدا ومش هيرهقك، واحنا بنتكلم دلوقتي عن الجيولوجيا. الدليل مميز وما تجهدش نفسك بالحاجة اللي موجودة في الدليل. أهم حاجة تربط المعلومات ببعضها، وده اللي هتلاقيه في الجزء بتاع المراجعة والجزء المراجعة القديم اللي هو بتاع شهر 4 و5. ربنا يعينكم إن شاء الله بإذن الله وتستفيدوا بالمراجعة بشكل جيد. أي حاجة حضرتك عاوزها في الجزء القديم ممكن تطلبها من الدعم الفني، هيبقى معاك ان شاء الله باذن الله موجود معاك. اي ملفات قديمه اي حاجه هينزلها لك على طول. تابع الصفحه، هنزل لكم مقتطفات من زي القديمه بتاعتنا، وهننزل لكم حاجات كويسه جدا وحل المسائل العلوم البيئيه. وربنا يوفقكم ان شاء الله ويرضيكم، وان شاء الله تكون مراجعه جيده وتكون مسك الختام، وطمنونا عليكم بعد الامتحان.